السلام عليكم، اهلا بيكم. فيديو على السريع كده حبيت ان انا اقول لك عليه. ازاي تعرف كارت الشاشة بتاعك متعرف ولا لا؟ الطريقة باختصار بسيطة جدا. ايه هي؟ بتعمل كليك يمين كده في اي مكان فاضي. لو لقيت الاختيارين دول معاك اللي هو جرافيكس بروبريز او جرافيكس اوبشنز من هنا. ده طبعا لو كارت الشاشة بتاعك انتل. تمام. اما لو كارت الشاشة بتاعك مثلا AMD بتلقى AMD مثلا او الاسامي التانية دي. تمام بقى، اي حاجة لها علاقة بكارت الشاشة. لو جيت برضو في علامة تانية بنعرفها من تحت من هنا. لو جيت انك تفتح قائمة ستارت من هنا، وجيت انك تضغط على زرار الباور كده. حلو. لو لقيت سليب دي مختفية معاك تعرف ان كارت الشاشة بتاعك مش متعرف وانك محتاج تعرف كارت الشاشة. طيب اعرف كارت الشاشة ازاي؟ بكل سهولة. بتيجي على قائمة ستارت من هنا وتكتب ابديت مثلا UB. بيظهر معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. ويندوز ابديت مثلا، او اول حاجة بتختارها تشيك فور ابديتس من هنا. انا طبعا لسه عامل الطريقة بس كنت يعني ايه حابب اوريها لك. بص بقى، عشان هنا في تركاية. لو انت عملت تشيك فور ابديتس دي من هنا والتحديث بتاعك ما تمش، طريقة بسيطة جدا هتعملها. ايه هي بقى؟ انك مثلا بتفتح، انا بس عايز اوريلك الخطوات اللي انا عملتها بالفعل عشان نبقوا ملمين بالموضوع. بص بقى، بتعرض حاجة اسمها view optional updates دي. تمام. وبتبدأ ان انت تدخل على درايفر ابديت. اي علامة عندك او اي تحديث عندك بينزل هنا بتعلم على المربعات بتاعته كده، بتلقى حاجة مثلا اسمها لينوفو انتل ما نعرفش ايه، تحدد عليهم كلك وتعمل داونلود اند انستول بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. كده يا باشا اضمن لك اي كارت شاشة عندك على جهاز الكمبيوتر، سواء كارت داخلي او سواء كارت اكسترنال خارجي. اي كارت خلقه ربنا هتقدر انك تعرفه بثواني بالطريقة دي. ده كان فيديو بسيط جدا حبيت ان انا اشاركه معاك. اتمنى يكون عجبك الفيديو. حابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول، وشكرا ليك على المشاهدة.